اهلا وسهلا بكم في عيادة الجلدية والتجميل. معاكم الدكتورة آية، طبيب مقيم الامراض الجلدية. نقطة مهمة لازم اي بنت مقبلة على الجواز تبقى عارفاها كويس. كلنا بنيجي قبل الجواز ب3 أو 6 شهور كمان ونبتدي الاستعداد، حجز قاعة وفستان وميك اب ارتست، وقبلها بشهر ولا اسبوعين كده بالماسكات والميك اب ارتست تجهزك ليوم الفرح. طيب لو عندنا مشاكل حقيقية في البشرة او الشعر او الجسم عموما ومش عايزين نخفيها بس يوم الفرح ومحتاجين نعالج فعلا، نبدأ قبل الجواز بقد ايه؟ ما تنسوش لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير ليه، ولو لسه مشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله. هقول لكم على اشهر المشاكل اللي بتشتكي منها البنات وتقريبا الوقت المطلوب لعلاجها قبل الجواز. نبدأ بمشاكل الشعر في العموم. هتبتدي علاجك قبلها ب8 شهور، لان الدكتور ممكن يديك كورس علاج وممكن يعملك ميزوثيرابي او حاجات للشعر. طب بالنسبة لمشاكل البشرة زي الحبوب والندبات والحفر، ده ممكن قبلها ب8 شهور، خصوصا كمان لو حب الشباب من النوع الشديد والدكتور هيضطر ان هو يديكي نت لوك او ايستريتونين، فانت محتاجة ان انت على الاقل تكوني خلصتي الكورس بتاعك قبل جوازك بشهر. ليزر ازالة الشعر اللي هو غير مرغوب فيه قبلها ب8 شهور، لان الدكتورة بتعملك من 6 ل8 جلسات، بتحتاجي ما بين الجلسة للجلسة من شهر لشهر ونص. طيب لو إذابة دهون موضعية من 2 ل4 شهور قبلها. السيروليت قبلها ب4 شهور. الهالات السوداء قبلها ب2 ل4 شهور. اسمرار المناطق الحساسة والجسم قبلها من 3 ل4 شهور. بقع وتسبغات الوجه أو الشفايف قبلها ب2 شهور. هايفل شد الوجه والرقبة قبلها ب2 شهور. نحت الوجه بالخيوط التجميلية قبلها بشهر ل2 شهور. فيلر الشفايف أو الخدود قبلها بشهر. بالنسبة للبوتوكس للجبهة قبلها بأسبوعين، عشان هو أساسا بيستمر لمدة من 4 ل6 شهور. وده كان فيديو النهاردة. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك. شكرا. أهلا وسهلا.